كل حد بتكلم معاه بيتكلم دايما ان الوكلاء بتبوظ السوق، الوكلاء بتخلص امم على اللعيبه، الوكلاء بتسبب ازمه نفسيه للعيب. انت بقى كعزت اتعاملت مع كام وكيل؟ وهل حصل لك بسبب وكيل ما، يعني من اللي انت اتعاملت معاهم، مشكله او حاجه ولا لا؟ لا، انا اتعاملت مع يعتبر مع معظم الوكلاء اللي موجودين في مصر. حلو. والله انا يمكن اكلمك، بس ايه يعني، الكلام ده مش متعمم بنسبة 100%. تمام. آه، شغلانة الوكيل في مصر مم. تكاد تكون ان هي مفيش وكيل في مصر. مفيش وكيل في مصر يعني ايه؟ آه، سمسار. سمسار إيه؟ شقق يعني ولا ايه؟ زي نفس الفكرة كده، اه والله، خد مصلحتك ايوه، يعني واخلع. انت قصدك اللي هو مش اللعيب يعني يقع في مشكلة، فين الوكيل؟ خلع. خلع. خلع، زي ما بقول لك كده، الا من رحم ربي. طب انت حصل لك ايه؟ مفيش يعني، اقول لك انا مثلا على حاجه، ممكن اه. مثلا الوكيل لمجرد انت ما تكونش معاه اه. يبقى يتكلم عليك وحش في النادي. انت مثلا النادي بيتكلم عليك، انت مش معاه، اه. يتكلم عليك وحش عشان يوقف لك موضوعك لمجرد ان انت مش معاه بس. المجلس الاداره بيسمع له يعني. اه يعني سواء مدرب او عضو مجلس اداره او مدير كوره او الكلام ده كله. امم. يعني انا مثلا في السنه اللي قلت لك مشيت سموحه. من سموحه دي. انا لاعب السنه اللي قبلها 27 ماتش. اه. لما مشيت بدات بقى ادور، يعني غصب عنك هتدور، مش هتقعد تلاقي ان لاعب 27 ماتش. ت... الانديه، ناس من الانديه يقول لك ده ما كانش بيلعب، ده مصاب. يا جماعه، انتوا بتتفرجوا كانوا على دوري بيتفرجوا على تاني؟ ايه؟ اه والله، يعني حتى المدرب بيسمع كلام الوكيل، مش مكلف نفسه ان هو مثلا ممكن يتعب شويه. يعني مش عايز اقول لك ما فيش اسهل من ان انت تشوف داتا لا، ما دلوقتي. خلاص الموضوع بقى سهل جدا. تكتب اسم بس، اه. مش انت مش هنعرف انت محتاج عملت يعني، ايه. بالظبط. ما تعرفش بقى المدير الفني بيبقى قاصد مثلا ان هو يسمع كلام وكيل معين، امم. او هو مكبر دماغه ومش عايز يتعب شويه. فالموضوع هنا بصراحه يعني في حاجات غلط كتير محتاجه ان هي تتصلح يعني.